بعد كل اللي مرت به في عالمها القديم، البطلة لقيت نفسها فجأة جوة رواية القدر مشفقش عليها، لا دهر ماها في دور الشريرة اللي الكل بيكرهها. الحظ المنحس خلاها البديلة اللي مصيرها الموت، والبطلة الأصلية تران هونج معاها سيستم يخلي الكل ميت في دبلتها. العقربة هونج خطفت كل حاجة حتى بابا والصحة. بطلتنا الأصلية الغلبانة رجعت البيت، لقيت نفسها خسرت كل دنيتها في لحظة. الكل تقلب عليها وقالوا لها: أنت نحس وجبتي لنا الوجع، امشي بره. كلامهم كان زي المسامير اللي بيدقوها في قلبها المكسور. كل ده بسبب ألاعيب جرين تي اللي مثلت دور الضحية ولبستها المصيبة. بطلتنا كانت ضايعة ومحدش فاهمها خالص. تران هونج قعدت تعيط تمثيل والكل صدقها، وطبعا الغلبانة لبست لقب شريرتي. حتى البطل القديم راح يطبطب على العقربة. القهر خلى بطلتنا تترعش، بس أخيرا فهمت اللعبة. الجرينتي كانت بتفاخر بنصرها بضحكة صفرة خبيثة. البطلة القديمة انتحت بعدما الكل تخلى عنها، بس نيانتيك الجديدة مش ناوية تسكت على حقها أبدا. بطلتنا صحيت في جسم الشريرة، والممرضة بتنصحها ترتاح بعدما خلصت جرعة العلاج. الاسم واحد بس الشخصية اتقلبت 180 درجة. الممرضة قالت لها: باباك عمل حادثة ومش هيقدر يجي ياخدك النهاردة. الخبر نزل عليها زي الصاعقة، بس هي ما سكت. افتكرت إن ده نفسه اللي حصل في الرواية لما البطلة القديمة تجننت وبوظت عيد الميلاد. بس نيانتيك ناوية تلعبها صح. قالت للممرضة: أنا تمام وهخرج لوحدي. بطلتنا عارفة الرواية حرف حرف وناوية تخلي الجرين تتمنى الموت، مش هتكون الشريرة اللي نهايتها مأساوية. كلمت خالها في التليفون بهدوء: خالو، أنا عايزة أرجع البيت، ابعت لي حد ياخدني. خالها وافق طبعا، ونيانتيك قررت تقلب الطرابيزة. الليلة كانت حفلة عيد ميلاد العقربة هونج في فيلا العيلة. الفيلا زحمة وكل الناس الهاي كلاس موجودة. صحاب هونج بيتهامسوا عن الهدايا، والجو كله نفاق في نفاق. نيانتيك وصلت وهي لابسة ماسك، بس الشغالة مش طايقة نفسها وزعقت فيها: أنت مين يابا؟ اطلعي برها فورا. بدل ما الشغالة تفهم، جه واحد رخم لابس بدلة وقال: أنتوا سايبين القطط والكلاب يدخلوا كده. الكل بدأ يتفرج على الخناقة. ده تران هون ابن عم العقربة. نيانتيك بصت له بقرف وقالت: ده بيتي يا شاطر ومحدش طلب رأيه. الواد تثبت لما شاف عينيها، فهم إنها مزة جامدة من تحت الماسك. بدأ يفكر فيها بطريقة زبالة ومشى الشغالة. قرب منها وقال بتنكة: بيتك مين يا أمورة؟ دي طبقة أرستقراطية، أنت مش شايفة لبسك؟ صرخت فيه بقوة وبراسة: غور من قدامي بره. الواد اتصدم من القلم وقعد يصوت من الوجع وقلبه مليان غل. سابته ومشيت، بس هو مسكتش وصرخ بأعلى صوته: الحقوني، حرامية. نيانتيك وقفت وبصت له بنظرة ترعب. وين؟ قعد يتهمها إنها سرقت غويشة هونج، والمعازيم بدأوا يهوسوا: دي أكيد شحاتة جاية تاكل بلاش. المشرف جه وطلب منها الغويشة، بس هي ردت بمنتهى الثقة: في 4 كاميرات مراقبة هنا، شوفوهم وهتعرفوا مين الحرامي. المشرف اتوتر لما لقيها عارفة تفاصيل البيت، بس صحاب الجريمة قالوا: ودوها البوليس فورا، مش عايزين وجع دماغ. المشرف مسك ايدها بيحاول يطردها، والجو اتكهرب خالص. الكل كان عايز يخلص منها قبل ما بطلة الرواية تنزل. ترانرلو قرب عايز يفتشها بنفسه، بس نيانتيك لبسته رجلها في بطنه، خلت نفسه يقطع.
نزلت فيه ضرب وأقلام لحد ما وشه أحمر، والمعازيم ترعب من قوتها. قالت له بنفس هادئ ومرعب: لسه عايز تفتش؟ الواد كان هيتجنن ولسه يمد إيده عليها، بس صوت راجل هبة وقف كل حاجة. الآنسة نيانتي أخيرا رجعت بيته. البرطمان هي كان متأثر جدا، ونيانتيك قالت له بيود: عمو هي وحشتني، يا ريت تتصرفوا مع الأشكال الزبالة دي. تخيلوا كده، عيل بيحاول يطلع فيها على نيانتك، بيتهمها إنها حرامية بمنتهى البجاحة. ده أنت نهارك مش فايت يا تران هوان، ما يعرفش إنها صاحبة المكان. العم هان مسح بيه الأرض. قالوا: أنت جاي بيتنا واتهم الهانم الكبيرة بالسرقة، يا لهوي على الكسفة، ارموه برة فورا. وتران هوان لسه مش مستوعب الصدمة. الحرس سحلوه لبرا وهو بيصرخ: هم هو فاكرين نيانا لسه هي ضعيفة ومريضة، ما يعرفوش إن الراجعة المرادي نار. الحقد كان بياكل فيه لما عرف حقيقتها. المعازين بقوا يتوشوشوا: هي مين دي؟ مش هورونج هي المدلعة؟ فيوق بقى هورونج الصفراء عايشة الدور مع الشباب، بيتمسكنوا عشان تبان الرقيقة الغلبانة. عيد ميلادي محلاه بيكم، يا عيني على السهوكة. في اللحظة صاحب نيان القديم وخطيبها كانوا مسحورين بتمثيل هورونج. هو في كده الموضوع شكله فيه إن وأخواتها. العم هان منع الشغالة تطلع الأكل لهورونج، وقال لها: طلعي نيان أوضتها فورا. هورونج حست إن الكرسي بيهز من تحتها. هورونج حاولت تعمل فيها صاحبة بيت. كانت مطر. نيان كانت تتفرج على مسرحية التوكسيك بمزاج. هورونج ماسكة المخدة وبتعيط. خطيب نيان جه وشاف المنظر، طبعا صدق الصفرة وتعصب. الرجالة بقوا بيدافعوا عن الحربوءة، وخطيب نيان زعق: مين اللي جوة دي؟ نيان قامت بكل ثقة وسلمت عليه. الصدمة كانت على وشهم. رجعتي لمتى؟ نيان تيكا نورت البيت يا حبيبي، وكله بقى مش عارف يودي وشه فين. نيان ادتهم الوش الخشب وقالت للمؤدي: خود الحاجات دي ورميها برا، ما فيش مكان للغرباء هنا. هورونج عاش الدور الغلبانة، والصاحب الخاين حاول يدافع عنها. قال لنيان: لا أخليها. نيان بصت له بقى: يا خسارة العيش والملح. نيان ضحكت. الموقف ده حصل قبل كده في الرواية، بس المرة دي نيان مش هتسكت، الماضي مش هيتكرر. نيان رفضت طلبهم بمنتهى القوة. هي مش نفس البنت الضعيفة، هورونج لازم تعرف مقامها. العم هان بدأ ينفذ الأوامر، والشغالين بدأوا ينقلوا العفش. نيانا ما بيتلويش دراعها أبدا. هورونج حاولت تعمل فيها الذوق، بس نيان خبطتها في جبهتها: دي أوضتي أصلا، مش بمزاجي. نيان ما سكتش، عينيها جت على العقد. قالت للهورونج: العقد ده كمان بتاعي، هاتيه بقى. هورونج وشها اتخطف وقالت: ده باب اللي اداهولي. نيان قالت: ما تعمليش فيها مش عارفة، اخلعي فورا. هورونج سلمت العقد وهي مقهورة، والحرس بدأوا يشيلوا حاجتها. نيان انتصرت أول جولة. يا نهار أبيض على العظمة. نيان قالت لهم بمنتهى البرود: مش كويس نخوض حاجة مش بتاعتنا، دي أصول البيوت. هورونجا كانت هتتفجر. الصاحب الخاين حاول يحسن الصورة، بس نيان قصفت جبهته: أنت مش عارف تفرق بين الصح والغلط. نيان سكتت الصاحب تماما وقالت له: هو بابا بيتصرف في حاجتي بمزاجه، اتكسف وتمتم بأي كلام. بعدين نيان لفت للهورونج: أنت لازم تنقي صحابك أحسن من كده، العيل اللي معاك اتطاول عليا. نيان حكت اللي حصل وكله اتصدم. هورونج ماشية مكسوفة، بس نيان ما سبتهاش في حلها. نيان قالت: ما تتعبيش نفسك، أنا طردته برة خلاص. وقعدت بمنتهى الفخامة: هي دي مالكة الدراما.
كتمت غيظها جواها وبلعت الإهانة ورسمت ضحكة صفرا وهي بتقول: عندك حق يا أبلة، هو يستاهل. وبسرعة البرق المكان نظف، والخادم بلغها: الأوضة جاهزة يا هانم. وبكل تناكة طردت الكل. يا لبره، مش عايزة أشوف وش حد، عايزة أرتاح. الكل خاف ومحدش نطق كلمة وخلعوا، بس هواك تزاي قبل ما يمشي بصلها بصة فيها لغز، حاسس إن شخصيتها اتقلبت 180 درجة. وتحت في الصالة التورتة العملاقة كانت متجهزة والشمع متولع. تران هونج ظهرت ومعها فو وهواك والمعازيم هيصوا. عيد ميلاد سعيد يا هونج. والاتنين الشباب واقفين وراها بيسقفوا بفرحة للقطة المسكينة، والجيرين تقدمت بكل دلعة عشان تطفي الشمع. التصفيق ملأ المكان والجيرين كانت طايرة من الفرحة. بس بعض الفضوليين بدأوا يسألوا بخبث: يا هونج، هي البنت اللي طلعت فوق دي تقرب لك دي شكلها مش مجتمعية خالص. واحدة تانية زودت: معقول تكون قريبتك؟ طب ليه ما نزلتش تاكل معانا التورتة؟ وبدأت النميمة تشتعل. فعلا مهما كان المقام لازم تنزل. في ناس شكلها حلو بس ذوقها صفر وبيحبوا يحطوا بنزين على النار. يا هونج، دي كبدة مش معبراكي ولا عاملة حساب اللي هواك وفو. تران هونج كانت من جواها هتطير من السعادة وهي شايفة الكل بيشتم نيان، بس عملت فيها الملاك البريء وقالت بمسكنة: لا يا جماعة، محدش يقول كده، هي بس تعبانة شوية. هواك ما قدرش يسمع التلقيح ده وسكت، وكان هيلقنهم درس. بس فجأة صوت الخادم قطع اللحظة: يا جماعة، خلصتوا أكلة ورتا ولا لسه؟ الكل بص لفوق بحماس. إيه، في مفاجأة تانية يا عم مسعود؟ إيه السر يا هونج؟ والجرينة افتكرت إن في مفاجأة ليها وقالت بكسوف: والله مش عارفة، يمكن بابا اللي جهز كده. بس الصدمة نزلت عليهم لما الخادم قال ببرود: لو خلصتوا في حفلة الآنسة هونج انتهت حد هنا. يالا يالا، كل واحد يتفضل على بيته بالنظام. المعازيم تصدموا وبدأوا يحروا في الكلام: ايه اللي بيحصل ده؟ الخادم رد بكل حزم: عشان سيادتكم مصدعين الآنسة الكبيرة الحقيقية ومش عارفة ترتاح. الجملة دي نزلت زي مية تلج على هونج وخلتها واقفة زي الصنم من الإحراج. اتفضلوا برا. وش هونج سودي من الكسوف والقاعة قلبت نميمة. هي مش كانت بتقول إنها بنت العيلة الأساسية؟ شكلها كده كانت بتكذب علينا. والمالكة الحقيقية رجعت مكانها. البديل يفضل بديل. النميمة زادت. عاملة فيها هانم وهي طلعت بره اللعبة. بجاحة فعلا إنها تفتكر نفسها الأصل. يا نهار أبيض على الفضيحة قدام الناس. لو مكانها كنت حفرت حفرة ودفنت نفسي. الضحك والطريقة زادوا، وهونج كانت متثبتة مش عارفة تتحرك. بس في شاب اسمه تشانج كشر وقال: نيانتياك دي مفترية قوي وبكرة سيرتها الشريرة هاتي في المدينة كلها. بعد ما رجع البيت حكى لقريبه تاتش اللي ساكن جنب نيان: عرفت اللي حصل؟ بنت عيلتي اللي عندها كانسر رجع، وبدل ما تكون مالكة جمال هتبقى مالكة الشر. تاتش رد بهدوء: قصدك نيانتيك؟ الشاب هز راسه: أيوه، دي طردت الكل. واحدة بيموت بيكون نفسه ضيقة كده، مش عارفة اللي بيسموها. بس تاتش بصله بصة مرعبة سكته. الشاب بلع ريقه وخاف من نظرة قريبه القاسية. أنا شكلي عكت الدنيا، هو ليه تضايق كده؟ تاتش رد بصرامة: إنك تجيب في سيرة الناس ظهرهم، دي مش مرجلة. امتى بقيتو قاسي كده؟ الشاب وقف وبس على راسه: أنا آسف يا ابن عمي، مش هكررها تاني. وقبل ما تاتش يدخل بيته قال كلمة فيها معنى كبير: وهي مش هتموت، عشان أنا عارف إن عمرها هيكون أطول منا كلنا. الصبح بدري نيان قررت تنزل تعمل رياضة عشان تقوي جسمها، وشافت خيال تاتش بيجري جنبها. وقفت تفكر: يا ساتر، صحي متأخر كده بيجري، وهو كمان لمح ظهرها ليعرفه كويس. بعد التمرين اتقابلوا صدفة قدام البيت.
تاتو رسم ضحكة جننت المكان وقال: صباح الخير. نيان ردت بذوق: أهلا بك. ودخلت بيتها لقيت أخوها. تيك نونا مستنيها بقلق. كنت بتجري؟ سألها وهو خايف عليها. وشك تمام؟ قعدت على الكنبة ببرود وقالت: أنا كويسة، ده بس مجرد آثار جانبية للدواء الجديد. وفجأة ظهرت جرينة تي وبدأت الفيلم الهندي بتاعها. نيان: أنا أسفة بجد على اللي حصل مبارح. وقفت تعيط دموع تماسيح، بس نياني ما كلمتهاش ولا عبرتها، وقعدت تاكل الشوربة بكل روقان ولا كأن في حد واقف بي جنبه. أبوها لسه هيتكلم. نياني قطعت كلامه: يا بابا، هو مش دواء الكانسر اللي طلبناه مفروض وصل. الأب ارتبك وتلعثم في الكلام وقال بصعوبة: أصلي اديته لأم هنج. أخوها نون التجنن وخبط على الترابيزة. أنت عارف إنها بقالها 3 سنين مستنية دورها. إزاي تديه لحد غريب؟ دي حياة أو موت يا بابا. أختي ممكن تروح مينا. نيان حست بغصة في قلبها، والجرينتي مثلت إنها مكسوفة. الأب قال بيأس: الموضوع كان طارئ، وأم هنج تعبانة زيها، وهي ترجتني كتير فما قدرتش أرفض. نيان قاطعته بحزن كبير: بس انت عارف إني بقالي 3 سنين مستنية، عايزني أستنى 3 تانيين؟ أنا لسه عندي عمر أصلا. الأب ملقاش رد غير: آسف يا بنتي. وفجأة هونج رمت نفسها في الأرض. يا نيان، أنا السبب، أنا اللي بيسترجل بابا. وبدأت تمثل إنها ضحية. أنا مستعدة أتبرع لك بنخاع عظامي عشان أخفف عنك. ده واجبي وأقل جميل ممكن أرده لك. نيان بصت لجرينتي بقرف، وفتكرت إن في الرواية دي تمثيلية عشان تبقى منقذة. بس نيان الحالية مش نيان القديمة، دي واحدة عارفة كل خبايا القصة وهتقلب الترابيزة. نفضت إيد جرينتي وقالت بقوة: فكك من حوار التبرع ده، جسمك الضعيف مش هيستحمل، وعيلتنا مش عاجزة تلاقي نخاع مناسب. هونج ارتاحت لحظة، بس الصدمة الكبيرة كانت في اللي جاي. عشان نخلص من الجميل 8 جرعتين الدواء 1,000,000، ومصاريف الإجراءات 1,000,000، يعني ادفعي 1,000,000 كاش ونقفل الملف. أخوها قال: ده قليل قوي، الدواء ده جاب بالواسطة. الأب حاول يدخل: نيان، هونج كانت عايزة تتبرع لك، مش لازم تكبري الموضوع. بس نيان مش من النوع اللي بيسكت على حقه، وقررت تكمل خطتها. قالت ببرود: لو معاكي فلوس، مش محتاجة منك حاجة، اكتبي وصل أمانة دلوقتي واشتغلي ولمني الفلوس وادفعيها عشان ضميرك يرتاح. الجلرين كت صدمت وتنحت ومش عارفة تنطق. يا جماعة اسمعوا الحكاية. تران هونغ ملقتش مفر غير إنها تمضي على وصل الأمانة لنيانتي. نيان أخذت الورقة وهي هتطير من الفرحة، وقالت لها: خلي بالك، الفلوس دي لازم ترجع. وهي طالعة لمواضتها سمعت الخدامين بيتوا ويعجنوا. تخيلوا البت الفلاحة دي مديونة ب380 مليون، هتجيبهم منين دي؟ نيان مشيت وهي بتضحك، لأنها عارفة إن هونغ عندها سيستم سحري بيخلي الناس تعشقها وممكن يساعدها. بس مين يعرف هتقدر تسد الديون دي ولا لقاء جمالها. بس نيان مشيت تتصفر بمزاج رايق لأوضتها، وما فكرتش لحظة في مشاكل البت المتمحنة دي. أما هونغ فأول ما دخلت أوضتها جريت على السيستم، بس اتصدمت صدمة عمرها. النقاط بتاعتها ما تعملش غير 10 ملايين بس. طيب والباقي هتجيبهم منين لنيان يا ربي؟ وهي لسه هي بتطمش في خدودها، السيستم نزل عليها بالضربة القاضية: تنبيه للمستخدم، حبتي هانج ليكي نزلوا ل50%، وتيك نغون نزل ل1% بس. السيستم بيقول لها لازم تصطادي حد ثقيل وله هيبة عشان تجمعي، وهي قاعدة منكوبة. نيان كانت مادية بالصدفة من قدام مكتب باباها شافها ونادى عليها: نيان تعالي يا حبيبتي. كان معاه أحمد ابن عم تران هونغ، وباباه بدأ يرقع له الغلط.
دهجه مخصوص يعتذر عن مهزلة امبارح. الموضوع كله كان سوء تفاهم مش أكثر. يا بنت احنا أهل. أحمد كان فرحان بدفاع أبوها عنه، وعمل حركة بايخة بكتفه استفزت نيان جدا. بصت له بقرف وقالت لباباها: أنا مش شايفة أي اعتذار هنا، ده حتى الذوق ما يعرفوش، واحد زي ده ممكن يعملوا إيه غير قرف. أحمد كان هيتفجر بس مش قادر ينطق. باباها اللي كان بيحمي تران هونو وأهلها بيغبى دخل في الكلام: يا نيان اعملي خاطر لبابا وخليكي كبيرة، الراجلة اعتذر خلاص. نيان ما تهزتش وقالت له بكل قوة: ده تهجم علي والكاميرات كلها شاهدة، لو مش خاطري كبير كنت بلغت عنه البوليس بتهمة التحرش. نفسيتها تعبت من طريقة أبوها اللي دايما صفه مع عيلة تران البيئة دي. بصت له بعتاب وقالت: يا بابا، هو أنت مش بقيت تفرق بين الصح والغلط؟ الكلمة كانت زي الطلقة في وش أبوها وما عرفش يرد. قبل ما ينطق شاورت للحرس بكل هبة: خدوا الجدع ده ارموه بره، وممنوع يعتب باب الفيلة دي تاني أبدا. الحرس نفذوا الأمر فورا وكلبشوا أحمد وهي بتبص له بتحقر. أحمد وهو مجرور زي الكلب كان بيصرخ: يا عمي حقني. باباها بصله بتردد بس فكر إن هنغ أهم عنده ولازم يحسن صورته قدام بنته. بعدما اتكسف كسفة سودة راح ماسك التليفون وكلم السكرتير: يا وائل، مش عايز أشوف وش أحمد في الشركة تاني، كله شكله مش لايق يبقى فنان. بعدما قفل راح لنيان يحاول يطيب خاطرها ويدافع عن ملاكه الطاهر: هنغ حقك علي يا بنتي، أنا أخذت لك حقك، بس هنغ غلبانة وملهاش دم. نيان ضحكت ضحكة سخرية في سرها لأنها عارفة إن أبوها هيتجوز هنغ في الرواية وهيسيبها تشوه سمعة أمها الحقيقية. نيان كانت قرفانة من تمثيله، اتهربت من إيده وقعدت على كرسي مكتبه بمنتهى الثقة: تمام، مش هنغ بنت صاحبك، اعتبرها حالة خيرية زي الطلبة الفقراء اللي بنصرف عليهم كل سنة. أبوها اتعصب وقال: إزاي تشبهي هنغ بالعيال البيئة دول؟ نيان قطعت كلامه: المهم أنا جاية أقول لك إني هرجع الدراسة ومش عايزة سيرة الناس ملهمش لازمة. الأب ما عرفش يرد وسألها بلطف: عايزة مدرسة دولية عشان صحتي؟ نيان بصت له وقالت بهدوء: لا، هدخل مدرسة سانت يونغ العامة وهمتحن الثانوية العامة السنة دي. باباها وشه اتخطف وزعق: مستحيل. لما شاف رد فعله مكشوف هدى صوته: يا حبيبتي المدرسة دي مش بالفلوس، دي للشطار جدا، وانتي عايزة تدخلي ثالثة ثانوي عطول، صعبة أوي. نيان كشرت وقالت له: أمال هونغ دخلت إزاي؟ ولا هي عندها ميزة عني؟ بدأ يألف أعذار: بس دي دخلت بمجهودها، وانتي بقالك 5 سنوات غايبة، أكيد نسيتي منهج الابتدائي. حتى هو كان خايف تفضحه بفشلها قدام الناس الشياكة ويبقى شكله وحش. بس نيان قالت له ببرود: ما تشيش هم، أنا خلصت كل حاجة مع المدرسة، أنا بس عايزاك تنقل الورق، مش باخد رأيك. أبوها كان هيثق من جبروتها وقال في سره: بنت مش متربية. بس رسمت طيبة وسألها: لسه زعلانة مني عشان عيد ميلاده ونغ؟ والله كان فيه ظروف خلتني ما جيش أقابلك. نيان كانت هترجع من كذبه وقالت له: خلاص بقى، بس أي احتفال بعد كده لازم يكون بموافقتي. وهي خارجة طبطبت على كتفه: على فكرة الفيلة دي ملكي، فما تنساش مين صاحب البيت الحقيقي هنا. وش الأب اسود من الصدمة: دي بتعاملني كأني غريب بعد كل العز اللي أنا فيه بسبب عيلة نيان. زعق بقهر نيان: إحنا أهلي، مفيش فرق بين مالي ومالي. نيان ردت بكل غرور: عشاني إحنا أهلي، أنا سمحت لك تعيش هنا
ويا ريت ما تخسرش حبي ليك عشان ناس تانية. تاني يوم نيان لقت الخدامين شايلين أطقم ألماظة وهدوم خرافية. أخوها نغن كان منبهر وقال: كل ده بعته حسين ليكي، انسي بقانك دمبارح. نيان ما تهزتش وقالت ببرود: ذوقه عالي. بعدين كلمت حسين ورجعت له كل مليم، وأمرت الخدامين يشيلوا الحاجة ويعلموها كويس عشان ما تتسرقش. أخوها استغرب: رجعت الفلوس لي؟ نيان ردت ببرستيج: أنا مش ناقصني فلوس ولا هدوم. بعد كده طلعوا البلكونة يشموا هوا، ونيان عينها جت على شجرة خوخ عند الجيران. أخوها حب يعمل فيها حنين، راح ناطط وقاطف فرع خوخ وداه لها. نيان اتخضت وقالت: يا مصيبة، دي ملك الجيران يا مجنون. نغن ضحك: ده هديتيك يا قمر، بس هس الجار ده رخم وما بيحبش حد يلمس حاجته. نيان بصت للبلكونة اللي جنبهم، لقت الجار واقف وشاف كل حاجة. اتكسفت وقالت: أهلا يا أستاذ زياد. نغن اتخشب مكانه وقال في سره: يا نهار اسود، ده زياد بنفسه. اجري يا مجدي. وفي أقل من ثانيتين كان خلع. أنها مش شايفة العز والبرستيج ده كله. تيتا ردت ببرود: والله كتر خيره، عنده ذوق. وبكل هدوء طلعت موبايلها، حسبت تمن الحاجات وحولت المبلغ لهواك زينان في ثانية. وبصوت آمر قالت الخادمات: صنفوا الهدوم دي وشيلوها وعلموها كويس عشان ما تتوهش وسط حاجتي. دي كان جون وقف متنحن مش فاهم. هي بتعملوا ايه يا ابنتي اللي عملتي؟ أمنا إيه رجعتي له الفلوس؟ ردت عليه بضحكة ثقة وكبرياء هوانم: ولو مش محتاجة الفلوس دي ولا الهدوم دي تلزمني أصلا. وبعدين الأخوان طلعوا البلكونة يشموا شوية هواء نظيف. نيانتيك عينها جت على فرع ورد بلدي عند الجيران، وقفت تتأمل جماله، وتيك نوغونا واقف وراها براقبها بتركيز. فجأة نبت نورد في دماغه وقال: أكيد البنات كلهم بيموتوا في الحاجات الرقيقة دي. وبكل بساطة مد إيده وقطف فرع ورد من جنينة الجيران ودهولها. نيانتيك تصدمت وبصت لأخوها كأنه مجنون: يا نهر أبيض، أنت بتعمل إيه؟ ده ورد الجيران يا تيك نوغون. ضحك وقال لها: يا ستي دهلكي فداكي أي حاجة. وبدأ يشوشها بمنتهى الغموض. الواضح إن المجنون ده بيخاف من سمعة جاره جدا. شوفي، أنا قطفتها خطف كده عشان الجار اللي ساكنه جنبنا ده بخيلة وقرار، ما بيدخلش حد جنينته أصلا. نيانتيك بصت ناحية بيت الجيران، وفجأة وشها جاب ألوان. الجار طلع واقفا في البلكونة وشايف كل حاجة. قالت بكسوف: أهلا يا أستاذ. تيك نوغون جسمه خشب من الرعب كأنه عيل ممسوك بيسرق غسيل. تاترونغ تاك لما سمع صوتها الرقيق لف وابتسم وقال: أهلا بيكي. تيك نوغون كان هيموت في جلده. يا مصيبتي، ده تاترونغ تاك بجد. اهرب يا مجدي. وفي أقل من 3 ثواني كان فص ملحا وداب يا خراشي على الرومانسية. جارها الجامد عزمها تقطف ورد معاه بعد ما كانت هتموت من الكسوف. طلع ذوق جدا ومش قماص. نيان ردت الجميل بعلبة بسكوت، وهو جاب لها بوكيه ورد يخطف العين. قالها: لو مش كفاية أجيب لك تاني. يا لهوي على الحنية. نيان كانت طايرة من الفرحة بالورد اللي بيحبه. البرنس قالها: تعالي في أي وقت. نيان شكرته على الذوق وسابت له الهدية وخلعت قبل ما تتفضح. الصدمة أول ما أكل البسكوت جسمه احمر، طلع عنده حساسية، بس رفض يطلب دكتور بعند غريب، راح يعالج نفسه بالأعشاب. ونيان رجعت لقت الحرباية هانئة عمالة تتمنظر بلبسها الجديد للكل. الحرباية بتتخبث وتعزم عليها بلبسها القديم، والأب يقول لها: ألبسي من صاحبتك. قمة الاستفزاز يا جماعة. نيان ضحكت بسخرية وقصفت جبهتها: أنا طولي 1.70 متر، مقاساتك الصغيرة دي مش ستايلي شيك خالص، وبعدين أنا اشتريت لبسي بفلوسي.
نيان وضحت إنها مش زي حد عايش على قفا غيره. رمت كلمة زي السم، أنا مش مديونة لحد ولا باكل ببلاش. الحرباية وشها جاب ألوان من الكسوف. نيان طلعت ترتب الورد والبت مصدومة. إزاي دخلت بيتي اللي رفض ملايين البنات غيرها؟ السيستم بتاعها مش عارف يقرأ مشاعر تاي. هو إزاي نيان عملت كده؟ الغيرة هتاكل قلبها. الحرباية لبست نفسي لبس نيان القديم، فكرة إنها كده هتبقى أحلى. نيان شافتها وقالت في نفسها إيه الذوق قلبي أده، أنا كنت بلبس كده زمان. فعلا كان ذوقي ضايع. ثاني يوم هو نزلت بكل تنكة تستقبل الشباب. فكرت نفسها بطلة الرواية اللي ما فيش منها. الأخ قالها شكلك حلو، بس رمى سؤال قاتل، أنت بتقلدي نيان صح؟ جاب من الآخر. هو تمسكنت وسأل الدو شكلي وحش. طبعا المكوس ده داب في عينيها المزيفة ودافع عنها. فجأة نيان نزلت بلبس أحمر نار كله برق وانبهر. الشياكة والأناقة ليها ناسها يا حبايبي. دو قام مخضوض من جمالها، والحرباية وشها اسود من الغلل. الجامد جامد والتقليد يتركن. الكل مش مصدق نيان الجديدة، بس هي كانت باردة وقالت يلا نفطر عشان ما نتأخرش على المدرسة. حتى الخدامين قالوا الأصلي أصلي والتقليد الصيني. كلام يحرق الدم ويولع فيكي يا هو على الفطار. الحرباية مثلت الدور. ما تقلقيش يا نيان، أنا هساعدك في المدرسة. يا ميت مسا على التمثيل وعمال ينفخ فيها وإنها دحيحة الدفعة. نيان قرفت وردت رد عنيف قصف جبهتهم. تساعديني إزاي وأنت في تانية ثانوي وأنا في تالتة؟ الكل اتصدم من الثقة والذكاء ده. طلب تدخل معاه نفسي الفصل. والحرباية مستنية نيان تتفضح في المدرسة بعد غياب سنين. وصلوا المدرسة وقابلوا المدرسة ليو. واضح إنها ست نكدية وهتعمل مشاكل من أول دقيقة. المدرسة بصت للبس نيان بقرف. دي جاية تتعلم ولا جاية تعمل عرض أزياء بجمالها ده؟ المدرسة قفشت على الماسك. نيان اعتذرت بأدب، بس الست دي نيتها سودة ومصممة ترفضها. عندكيش درجات، مفيش دخول. المدرسة عاملتها فيها حامية القوانين وبتتنكت على البنت. نيان بكل برود وثقة قالت امتحني دلوقتي حالا. القاعة كلها سكتت من الجرأة والتحدي. المدرسة طبعت أصعب امتحان. لو فكرت الموضوع لعب تبقي غلطانة يا شاطرة. هنشوف من للي هي يضحك. ست ليو دي طبعها صعب. قالت لنان تيتش خدي الامتحان ده هنا، لو فلحتي هدخلك الفصل الدولي. نان تيتش بصت للورقة بلا مبالاة ووافقت. ليو سابتها وراحت حصتها وهي متغاضة. ليو سابت زميلها يراقب وقالت له خلي بالك منها. بعد ساعة المدرس جري على ليو وهو مصدوم. يا ست ليو تعالي شوفي المعجزة. كان ماسك 3 امتحانات. نان تيتش لسه خلصتهم. نان تيتش طلعت عبقرية يا جماعة، خلصت كله في 45 دقيقة وجابت الدرجة النهائية. ليو ما صدقتش وشدت الورق بغل. مستحيل، دي أكيد غاشة. الاستيعاب عندها بعافية شوية ومصممة إن البنت متسرب لها الامتحان. قعدت تزعق وتشتم. بنت ما عندهاش أخلاق، مش هدخلها فصلي أبدا. المدرس الغلبان حاول يهديها. يا ست ليو البنت ما غشتش والله. لكن نان تيتش ما رضيتش تحرجه وقررت ترد بنفسها. طبت على كتفه وقالت له سيبها لي. وقفت قدام ليو بكل ثقة وسألتها على أي أساس بقى بتتهميني بالغش؟ نان تيتش ما شافتش حد ملاعينها، خصوصا وحدة زي ليو بمخها جزمة. لا بصيتي في كاميرا ولا سمعتي المراقب وحكمتي علي كده. هي دي أخلاق المدرسين عندك؟ ليو شاطت وقالت كمان بتطاولي
دي بقى تربية عيلة تيتش وعيلة نان. فصل الدولي ما يقبلش أشكاله. نان تيتش سحبت ورقها ببرود وقالت لها: فعلا فصلك ما يشرفنيش، أنا رايحة مكاني أحسن. ليو ضحكت بسخرية: ومين يا ترى اللي هي يقبل وحدة مغرورة زي؟ نان تيتش ردت بقوة: هقدر بالماركة الامتياز اللي في إيدي دي. وفي ثواني خبر الامتياز النهائي لنان تيتش لف المدرسة كلها وقلب الدنيا. مدير فصل أي واحد لما عرف إن ليو رفضتها اتجنن. إيه، نان تيتش جايبة نهائي وليو رفضتها؟ هي ليو دي شاربة حاجة. باقي المدرسين بدأوا يتخانقوا على الجوهرة دي ومين هياخدها. تاتي شونج تاك حط ورقه على المكتب وسأل مدرسه فيونج: يا أستاذ، مش هندخل السبق ده؟ فيونج نفسه فيها بس خايف. قال: فعلا يا البنت لقطة، بس أنا تاتي شونج ما ستناش. قال: خلاص أنا هقنعها تيجي عندنا. وخد بعضه ومشي. في نفس الوقت مدرسة فصل الصاروخ الست ديب خان راحت لنان تيتش بسرعة وعرضت عليها تنضم لفريقها. أنا ديب خان تيجي فصل الصاروخ. نان تيتش كانت بتختبر ذكائها وقالت لها: بس أنا مش هسيبي أخويا لوحده، لو جه معايا هوافق. ديب خان ما صدقت، سقفت وقالت: طبعا ما فيش مشاكل، هاتيه وأنا هخليه باشا في الدراسة. نان تيتش شكرتها وقالت: تمام، أنا معاك يا مس. لما فيونجي وتاتي شونجي وصلوا لقوا ديب خان خطفتها خلاص. تاتي شونج كان متحسر لأنه كان نفسه يكون معها في نفس الفصل. ديب خان خدتها تفرجها على المكان. ديب قالت لها: ما تقلقيش، موضوع أخوك يخلصه مع ليو. نان تيتش لمحت تاتي شونج وتفاجئت وهو بص لها بضحكة عسل. هي كمان ردت النظرة. ده جاري طلع في ثانوية عامة معايا. نظراتهم لبعض كانت تقول فيه قصة حب جامدة جية. نرجع لفصل ليو. دخلت زي الشرز وقالت لتيتش النجون: لما حاجتك واطلع بره، مش عايزة أشوف وشك في الفصل الدولي. ليو كانت بتغلي وبتشتم في سرها ديب خان اللي راحت تطبل الفاشلين دول. تيتش نجون اتصدم وما بقاش فاهم حاجة، وزميله بدأوا يقولوا: هي ليو مالها؟ هي عيلة تيتش فلست ولا إيه؟ الولد خد شنطهم وقعد بره حزين. هنا ظهرت تيران هونج الحربوءة اللي بتمثل الطيبة. أنا سمعت إنهم طردوك، إيه اللي حصل يا بطل؟ نجون ما بصلهاش وقال بحزن: أنا أصلا غبي وشكلي عادي، ما وردش ذكاء ولا جمال أمي. كان محبطة لآخر درجة وبدأ يحكي لها عن طفولته البائسة. الحربوءة في سرها بتقول: فعلا أنت فاشل، لولا مصلحتي معاك ما كنتش سمعت هبدي. بس طبعا طلعت لسانها بالكلام المعسول: ما تقارنش نفسك بحد، أنت راجل مالي هدومك في عيني. نجون الخام صدق وقال بكسوف بجد: بس أنا مش حلو كده. هونج ضحكت في سرها: يا لهوي على الهبل، كلمتين حلوين والولد داب خلاص. كمل تثبيت فيه: أنت ممتاز ولازم تثق في نفسك. نجوم بلع الطعم تماما: أنت بتتكلمي جد يا هونج؟ طبعا يا حبيبي. وبدأت تلعب في دماغه أكتر: الدراسة مش كل حاجة، ما تشغلش بالك. نجون تردد، بس هي مسكت إيده بنعومة: أنت كده وكده هتنجح من غير مذاكرة، مش لازم تتعب نفسك. جونا بدأ يتهز. هونج خايفة علي وقلبها طيب، وبينما هي مبسوطة باللي بتعمله جه الصوت زي السكينة قطع السرحان ده: معلش بس هو لازم يهتم. هونج بصت لقيت نان تيتش واقفة، عرقت من الخوف. نان تيتش، جيتين انت؟ السيستم بتاع هونج ما دهاش تنبيه، ودي كانت الصدمة. نان تيتش بصت لها بقرف: لو التعليم مش مهم، أنت ليه ما قطعتي نفسك مذاكرة؟ هونج تلجلجت:
الموضوع مش كده. نانتيتش قاطعتها. عايزة أخويا يبقى فاشل عشان تعرفي تسيطري علي. نانتيتش قربت منها بهيبة خلت هونج تترعب. كده انكشفتي يا حلوفة. بعدين لفت لأخوها. يلا يا بطل، مس ديب خان قبلتك في فصل الصاروخ معايا. نجون ما صدقش نفسه من الفرحة. بجد؟ أنا مش هضيع الفرصة دي. مشي مع أخته وسابوا هونج تغلي فصل الصاروخ. دول دخلوا هناك بالواسطة أكيد. هونج كانت هتتشل. دي صرفت 1000 نقطة من السيستم عشان تسيطر على نجون وكله طار. زعقت للسيستم. ليه ما قلتش إن نانتيتش جاية؟ وليه السحر ما فاتش؟ السيستم رد. لو الشخصية قوية السحر يأثرش. هونج شتمت. يا ساتر، لولا نانتيتش كنت زماني سيطرت علي. بس خلاص. نانتيتش وصلت مع أخوها للفصل الجديد. ديب خان قدمتهم للفصل. يا شباب، دول زمايلكم الجداد. نانتيتش عرفت نفسها. أنا نانتيتش، يا رب نبقى صحاب ونكسر الدنيا في الامتحانات. تيقنوان دخل الكلاس بكل هبة. لخص الكلام وقال: أنا تيقنوان، اتوصوا بي. الكل سقف بحماس، والمدرسة دييب رتبت الأماكن. تيقنوان قعد جنب رئيس الفصل. بس المفاجأة كانت عند نيان تيق. فجأة فودي هواي رفع إيده وقال: يا مس، خلي نيان تيق تقعد جنبي، إحنا نعرف بعض. بس البنت صدمته. بمنتهى البرود قالت: مش محتاجة، ومشيت من جنبه وكأنه هوا. نيان تيق اختارت تقعد جنبا بنوتة شعرها بموبي، والمسكينة وافقت بمنتهى الإحراج. فودي هواي وشه اتقلب لما شاف نيان بتهرب منه. المهم، نيان وتيق نوان اندمجوا سريعا، والكل ركز في المحاضرة. الجرس ضرب، والمدرسة خدت تيق نوان للمكتب. وإحنا طالعين ظهرت تيران هيونج الحرباية بمعنى الكلمة، وقالت بمسكنة: يا نيان، تعالي نتغدى سوا في مطعم جامد برة. طبعا الشباب أول ما شافوا الحرباية بدأوا هري: يا خراشي على الحلاوة، ديه قمر. وفي واحد لميح قال: إيه ده عنين الطلبة الجديدة شبه هيونج بالضبط. واحد غلس قال لنيان تيق: ما تقلعي الماسكة يا شاطرة نشوف الشبه. الحرباية عملت نفسها خايفة عليها وقالت بلؤم: لا حرام، نيان وشها تعبان، مش عايزين نجرح مشاعرها. الولد زودها وقال: أنا أصلا متفضل عليها، إني بكلمها. فودي هواي كان هيتكلم، بس نيان تيق سبقته بقوة: إنت مين أصلا عشان اسمع كلامك؟ غور من وشي. الولد وشه اتحرق وزعق: انتي متربية فين؟ البنت الطيبة اللي جنب نيان تيق ردت بمعافرة. المدرسة قالت إن نيان تعبانة وعندها حساسية من الدواء، محدش يهزر. الغلس شتم البنت الطيبة: اخفي يا وحشة انتي، محدش خد رأيك. البنت تكسفت ومش عارفة تعملي ايه. وكالعادة الحرباية جريت تمسك إيد نيان تيق تمثل إنها بتهدي النفوس. نيان تيق نفضت إيد الحرباية بقرف وقالت: مش هاكل معاكي. وقعدت تنفض هدومها مكان ما لمستها. الحرباية بدأت تمثل وتطلع دموع التماسيح، والشباب طبعا هي تجننوا. الولد زعق: شايفة نفسك على إيه؟ لولا إنك شبه هيونج محدش بصلك، يمكن طالعة وحشة زي فومون شيا. فودي هواي هنا خلص صبره تماما. راح فودي هواي مدي للولد رجل في صدره طيره مترين لورا. الولد قعد يصوت، وفودي هواي زعق فيه بمنتهى الغضب: اخرس خالص. الكل تسمر مكانه من الرعب. نيان تيق بصت ليهم بقرف وقالت: فعلا لايقين على بعض. فودي هواي حاول يشرح لها، بس هي خدت سحبتها الطيبة فموانجيا ومشيت وسابتهم في غلهم. الجو في الكلاس بقى مشحون. وأول ما نيان تيق وصلت المطعم قابلت جارها القمر تاتيرانج. نيان تيق ابتسمت، والكلام بدأ يحلو مع بعض بهدوء.
طلع لها دواء أعشاب للحساسية وقال لها جربي ده، مفعوله سحر. نيان تيق شكرته بفرحة. مجيان كانت مصدومة وسألتها انتي تعرفي الملاك تاتيرانج تاك ده منين يا بنتي؟ مجيا قالت بانبهار ده الأول مدرسة، مش مجرد طالب، ده أسطورة محدش يقدر يوصل له. نيان تيق بصت لظهره وهو ماشي وقالت بهدوء طيب تمام. لواتين مينج بيت مش مع ابن عمه ومستغرب مش مصدق إن ده نيان تيق الكاريزما عالية قوي، بس ليه ماشية مع البنت الفقيرة دي محدش طايقها. ابن عمه قال إن البنت دي غلبانة وداخلة بمنحة. تاتيرانج تاك وشه اتقلب ووقف يعلمه الأدب. وإيه المشكلة؟ انت نسيتوا إن فودي هواية نفسه كان بمنحتي من خير العيلة نيان. المفاجأة نزلت زي الصاعقة. فودي هواية اللي عامل فيها باشا، لحم كتافه من خير أهل نيانتي. لوتيان مينج اتسمر مكانه مش مصدق اللي بيسمعه. لوتيان مينج قعد يصوت يا لهوي، ابن عيلة فلغانية طلع شحات عند نيان. طب لما هو واخد من خيرهم بيعامل الحرباية هيونج كويس لي. بعد كام يوم المدرسة دخلت بنتائج امتحان الكيمياء. فودي هواي وفومونجيان جابوا 100%. المدرسة كانت مبسوطة جدا بتفوقهم الدائم. الغلس مسكتش قام سأل المدرسة بخبث ونيان تيق جابت كام. كل الفصل كان عاوز يعرف، خصوصا إن نيان بقلها سنين مبطلة تدرس وأكيد هتفشل. بس الصدمة كانت كبيرة. المدرسة قالت بفخر نيان تيق جابت الدرجة النهائية. الغلس وشه اتخذ إزاي البنت دي عبقرية كده. الكل تجنن من المفاجأة. الكلاس هاص من الشطارة. والمدرسة قالت للكل يتعلم منها. بس الغلس رمى كلمة سن. أنا عرفت ليه قعدتي جنب مجيا، أكيد غشيتي منها يا نصابة. مجيا تضايقت ودافعت عن صاحبتها، بس نيان تيق سكتتها وبصت للولد بقرف اللي نيته زبالة بيشوف كل الناس زيه. انت فاشلة وحقود. نيان تيق حذرتهم بصوت يرعب. المرة دي معدياها عشان زمايل، بس لو تكرر التاني مش هرحمك. السواد اللي في عينها خلى الولد يترعش من الخوف. فودي هو يحاول يهدي الموضوع، بس نيان تيق قصفت جبهته. خليك في حالك، صحابك الزبالة دول اللي هيعدوك بقرفهم. الولد اتكسف ومش عارف يودي وشه فين. تيق نوان بص للولد بصة تموت ومشي مع أخته. وطبعا الحرباية هيونج كانت سامعة كل حاجة ومستخبية. الغلبة ياكل فيها من اهتمام فودي بنيان. الحرباية سألت السيستم بتاعها حب فودي ليا وصل لكام؟ السيستم رد النسبة نزلت ل60%. هيونج تجننت. نيان تيق بتسرق الأضواء منها. الحرباية تغاضت جدا. جالها مكالمة من تيق نوان، بس لما شافت فودي هواي خارج من الفصل كنسلت وخبت الموبايل بمكر. نادت عليه بمسكنة يا فودي توصلني، عندي بروفة هنا ونحتاجة أروح النادي. وبصت له بنظارتي كلها مكرة ودها عشان تثبته. أحب تيجي تسمع. فودو هواي أول ما سمع العزومة خياله سحب البعيد وشاف طيف نيان تيك قدامه، فمقدرش يرفض أبدا. أغنية جديدة طبعا لازم أجي أسمعها. تران هونغ. أول ما شافت خطتها نجحت. ضحكت ووشها نور وقالت له يلا بينا حالا. قدام بوابة المدرسة عربية عيلة تيك كانت مستنية من بدري. تيك نجون اتصل بهونغ لما تليفونه قرب ينفجر بس مردش. قال لأخته وهو محرج شكلها مشغولة ومش عارفة ترد. نيان تيك خلاص خلقها ضاق، وقالت للسواق بكل حزم ما تستناش حد، اتحرك على البيت. السواق بيصلها في المراية بنظرة فيها تحدي وقلة ذوق. يا آنسة، الآنسة هو لسه مخرجتش إنه شيء كده مش هينفع. نيانو تيكا رد عليه ببرود يفرس أخويا بلغها إننا هنمشي 6:30 ودلوقتي الساعة 6:50، يعني استنيتها 20 دقيقة زيادة فوق وقتها. إيه مش ينفع بقى.
بس سواق كان رأسه وألف سيف ما يتحركش، وبكل برودة قال لها: أنا آسف، بس دي أوامر الباشا، لازم أضمن إن الآنسة هوانغ تلاقي عربية تروحها. السواق ده كان قاصد يهين الست الكبيرة. أنا فاكر إنها خلاص باي باي عشان مريضة كانسر وهتموت قريب، فكان بيطبل هوانغ عشان يضمن مستقبله. نيان تيك دمها غلي، فتحت باب العربية وقالت له بلهجة ترعب: لو كده هو بها فأنت من هنا ورايح سواق هونغ الخصوصي. وبالنسبة لمرتبك ابقى حصله من تيكا كانه هانه. ونزلت من العربية وهي شيطة، وندت على أخوها: يلا يا تيك نقول هننزل نمشي. وطبعا الأخ مكدبش خبر، نزل ورزع الباب وراها بكل قوته. يا نيان هنا عملوا إيه دلوقتي في المشوار ده؟ قالت له بمنتهى الهدوء: ولا يهمك، هنا خد تاكسي. السواق وهو شايفهم ماشيين ضحك بسخرية وقال في نفسه: هيها ده مرتبي بيطلع من الباشا الكبير، وروني بقى في ساعة الذروة دي هتلاقوا تاكسي إزاي. لسه مخلصش تفكيره، وفجأة صوت فرامل صرر هز المكان. عربية فخمة جدا وقفت قدامهم، ونزل منها راجل وقور اسمه كواني من آن. وده الحارس الشخصي لنيان. عم كوان حن باحترام وقال: يا آنسة، جيت عشان أروحك. نيان تايك هزت رأسها بأدب: تعبتك معايا يا عمكو. عمكو راح للسواق اللي كان هيعملها على روحه من الخطبة وقال له الكلمتين اللي نهوا مستقبله: الآنسة الكبيرة أنا اللي حوصلها من هنا ورايح، وأنت مطرود من عيلة تيك. السواق مكنش مصدق، وقرر يستنى هونغ قدام المدرسة. وبعد ساعة كاملة هونغ خرجت مع فود وهواي وهي بتتمسكن. يا خبر، تليفوني كان صامت وما سمعتش المكالمات. زمانهم استنوني كتير. قبلتني نيانتيك أكيد زعلانة مني صح؟ فود وهواي طبطب عليها وقال: ولا يهمك، أنا هاجي معاكي وأفهمهم كل حاجة. الحرباية وطت رأسها وابتسمت بخبث. كانت بتقول في نفسها: لو نيان تيك استنتني يبقى كسرت كبريائها، ولو مشيت وسابتني يبقى أحسن وأحسن. كانت عايزة تمثل دور الضحية قدام فودو هواي عشان يحسوا إن نيان تيك دي واحدة شريرة ومفترية، وبكده تكسب عطف الكل وتخلي شكل نيان تيك وحش. هوانغ بدأت وصلة التمثيل: أنا آسفة جدا إني أخرت. السواق قال لها: ولا يهمك، بس الآنسة الكبيرة والأستاذ روحوا من بدري. هوانغ أول ما سمعت كده كانت هتجنن من الغل. إيه روحوا، حتى فودوا هواي وشه قلب. هوانغ كانت بتشتم السواق في سرها بكل الألفاظ. كانت خايفة شكلها يبقى وحش قدام الناس، إنها بنت متبناه وبتاخد مكان بنت العيلة الأصلية. السواق ده غبي إزاي ومفهمش إنهم لازم يروحوا سوا. في اللحظة دي فودو هواي سأل: طب نيان روحت إزاي؟ هوانغ خافت فودو هواي يغير رأيه فيها، فراحت مشيرة على السواق وزعقت فيه: قبلة نيان تايك مريضة، لو حصلها حاجة في الطريق أنت لحشيل الشيلة. السواق اللي استناها طول اليوم انفجر فيها وقال بصوت عالي: أنا استنيت هنا عشانك أنت. وبعدين الآنسة الكبيرة عيلة تيك بعتوا لها عربية مخصوص تاخذها. هوانغ قطعت كلامه بسرعة: عشاني أنا للي، أنا قلت لك 100 مرة إني هعرف الروح لوحدي. فودو هواي أول ما سمع سيرة عيلة تيكا وشه جاب ألوان، كأن الاسم ده بيفكره بماضي أسود مش عايزين يفتكره. حاول يهدي الوضع وقال: خلاص يا هوانغ متزعليش نفسك، الموضوع بسيط. وبابتسامة صفرا كامل: ولا يهمك، مش غلطتك خالص، أنا هروح معاكي البيت ونوضح لهم كل حاجة. هوانغ اتفاجأت من رد فعله ده، بدل ما يزعل حبها زاد في قلبه أكثر. استغلت الفرصة وبكل محن مسكت في ذراعه وقالت: شكرا يا أستاذ دو هواي، لولا كان كنتش عرفت أدافع عن نفسي. وراحت ميلة رأسها على كتفه.
ولما لقت إنه ممانعش فرحت جدا وقالت في نفسها: خلاص الواد وقع في شباكي وما بقاش بشوفيري. وفعلا وصلوا بيت عيلة تيك في وقت قياسي. نيان تيك كانت طالعة أوضها، بس سمعت صوت الحرباية بالتنادي عليها فوقفت: هوانغ هوانغ، وعينها مليانة دموع تماسيح قالت: أبلة نيان تيك، بجد أنا آسفة، كنت مشغولة في النادي ونسيت الموبايل خالص، وجريت مسكتة إذ نيان تيك بتمسكم. أنا اللي غلطانة، بلاش تلومي السواق ترونغ. بودو هواي حب يتدخل: فعلا يا نيان تيك الموضوع مش مستاهل، بس نيان تيك ما بتحبش الرغي كتير، خصوصا وهي عارفة كل حركات الروايات دي. سحبت إيدها ببرود وقالت: ما حصلش حاجة، أنا عندي سواقي الخاص عشان تحرق دمها. راحت نافضة هدومها مكان هونغ هونغ لمستها بقرف وقالت: عيلتك أكبر عيلة في المدينة، مش للدرجة دي، يعني عشان ملقيش عربية توصلين. وبسط لي هونغ هونغ بضحكة تحدي: وبالنسبة لسواقي ابقي قولي لبابا يدفع له مرتبه من جيبه بقى. ورزعت بابي أوضتها في وشهم وهم واقفين مصدومين. هوانغ هوانغ حست بقبضة في قلبها وخوف غريب. في إيه؟ ليه حاسة إن الدنيا هتبوظ مني؟ أما نيان تيك فدخلت أوضتها وفتحت تقرير أملاك تيك كانه هانه الشخصية، واكتشفت إن الراجل ده معندوش غير أسهم رمزية، وكل القرشينات اللي بصرفها بقاله سنين هي أصلا فلوسها هي وأخوها. قفلت التقرير بابتسامة نصر: لو السواق عايز يبقى كلب لي هوانغ هوانغ يبقى مش محتاج مرتب أكيد. ثاني يوم قدام الفصل تيك نجونا كان واقف محبط وقال: المدرسة قالت إني لازم آخذ دروس تقوية. يلا أنا ماشي وهو بعيد. ونيان تيك بتشجعه: عاش يا بطل، شد حيلك. وأول ما دخلت تقعد في مكانها لقت فومونجيا بتمسح في مكتبها وهي بتعيط وتعتذر: أنا آسفة يا نيان تيك، شكلهم بيضايقوكي بسببي. المكتب كان متغرق حبر ورسومات تخوف وكلام مكتوب بنت العريضة: يا منحوسة عارفيني، يعني اختلاق رسالة مكتوب فيها: امشي من هنا يا منحوسة. أيامك معدودة؟ ده اللي حصل مع نيان تيشي. بدل ما تخاف مسكت الرسالة بكل برود وقالت لصاحبتها: شكلي كده هوحشكم قريب. صاحبتها ما كانتش فاهمة حاجة، بس نيان ردت بسخرية: يعني في حد مستني موتي؟ في اللحظة دي فيو هو قام مفزوع وكلهم افتكروا إنه هيتدخل، بس هو بص لها بصة غريبة ومشي وهو مغلول، مش قادر يتحمل إنها بتضحك للكل إلا هو. قال في سره بتبتسم للغرباء وأنا لا: يا ترى لسه شايلة مني عشان موضوع الاعتراف بالحب. ليودي الشري افتكر إن الطريق في ضيله، راح لنيان وقال لها بمنتهى القذارة: لو عندك دم غوري من فصلنا بدل ما نغرقك حبر أحمر ثقيل. نيان بصت له بقوة وقالت: يبقى أنت اللي بعدت جواب الدم. هو رد ببجاحة: آيوه أنا، هتعملي إيه يعني؟ هنا نيان تحولت لوحش جليدي مرعب. قالت له بصوت يجمد الدم: قدامك دقيقة تنظف الديسك وتعتذر، وإلا ما تلومش إلا نفسك. هو سخر منها: واحدة مريضة زيك هتعملي إيه يعني؟ نيان ما ضيعتش وقت. تمام، نتقابل بعد المدرسة في الزقاق إلي ورا ونصفي حساباتنا. الفصل كله اتصدم. المريضة هتتخانق مع بلطجي المدرسة. ليو وافق باستهزاء: ماشي، وإلي مش هيجي يبقى جبان وابن كلب. نيان ردت بثقة تخوف: ما تقلقش، أنا هعيش لحد ما أحضر جنازتك. بعد المدرسة ليو جاب عصابته وهو خايف تجيب يو هواي يحميها، بس هي ردت تقصف جبهة: أنا لوحدي كفاية عليك وعلى 10 زيك. بدأت الخناقة ونيان كانت واقفة بكل شموخ. ليو فضل يتريق: ما فيش حد جه معاكي يا حرام، ما حدش طايقك، أنت ما تجيش حاجة جنب شينج. هو لسه بيرقي، ما حسش غير بهوا بارد بيسفع وشه.
في لمح البصر نيان بقت وراه، ومن غير ولا كلمة لفت إيده وخبطته في الأرض خبطة زلزلت المكان. صرخة ليو سمعت لآخر الشارع، وعصابته وقفوا مشلولين من الصدمة. اثنين منهم حاولوا يهجموا، بس نيان برجليها اللي كلها أنوثة وقوة ادت لكل واحد فيهم ركلة طيرته في السماء. وهي كانت الصرخة اللي ملت المكان. داست برجلها على صدر ليو وقالت له لسه فيك نفس تغلط. كل ما يحاول يتكلم تضغط أكتر لحد ما صرخ خلاص يا هانم، أنا أسف، ارحمي عظامي. الطلاب كانوا بيتفرجوا ومنبهرين. دي مش بنيت، دي بطلة خارقة. أنا أعلنت حبي لنيان تيشي من النهاردة. وهي بتلف عينها جت في عين جارها تاتشانغ اللي كان واقف مصدوم. نيان اتحرجت جدا ووشها أحمر. يا نهار أبيض، شافوا وش الإجرامي. بس لما شاورت له الشباب اللي مع تاتشانغ قلبهم وقع. يا لهوي على جمالها. هو بس ابتسم لها ابتسامة رقيقة دوبتها. فويو هو يجه جري مذعور، وأول ما شاف نيان حضنها بقوة. نظرة تاتشانغ اتحولت لنار غيرة، ونيان زقت فويو بعيد عنها بقرف. فويو صرخ دم، أنت بتنزفي؟ نيان ادت له قفا محترم. ده دم غيري يا غبي. هو ما كانش مصدق إنها ضربته قدام الناس. نيان سابته وراحت لتاتشانغ بكل رقة. ممكن توصلني؟ هو طبعا وافق بفرحة، ومشيوا مع بعض وسابوا فويو هيموت من القهر. الناس فضلت تتكلم، إيه القوة دي؟ هو مش فويو بيحب تريان؟ طيب ليه حضن نيان؟ فويو طلع غله كله في ليو الغلبان اللي اتهرس ضربه. وهم ماشيين نيان جسمها خانها وداخل. تاتشانغ لحقها في آخر لحظة وشلها بين إيديه وطلع علبة دواء نادرة جدا. نيان اتفاجئت. ده دواء معهد الأبحاث العالمي، جابه مين؟ بس هو شربها الدواء بحنان. اشربي يا جميلة، كله هيبقى تمام. فويوجه جري يزعق، أنت بتشربها إيه؟ هاتها هنا. بس نيان مسكت في تاتشانغ وقالت خلينا نمشي من هنا. تاتشانغ شلها زي الأميرات وقال لفويو بكل قوة ابعد عنها، هي اختارتني أنا، أنت بعتها عشان شينج وما تستاهلش تقف جنبها. سابه واقف زي الصنم وأخذها للمستشفى طيران. الدكتور كوجه جري وهو خايف. آسف جدا يا آنسة نيان، طمني أنت كويسة؟ عينيها كانت هتطلع من مكانها لما شافت علبة الدواء. ده مختوم بختم اتش، يعني جاية من أكبر مركز طبي في البلد كلها. نيان تيج ما كانش مصدقة، إزاي واحد زيه معاه حاجة نادرة كده؟ والأغرب إنه نفس العلاج اللي محتاجاه. هو ما اهتمش بتفكيرها وخد راسها في حضنه بكل حنية وقرب الدواء من شفايفها. قالها بصوت هادي مليان حنان اشربي يا حبيبتي، خدي الدواء الأول في الوقت ده. فوجو هواي كان خلص على البلطجي وجه جاري. شاف منظر تاتيان وهو بيشربها الدواء فولع نار. زعق فيه أنت بتديها إيه؟ حالتها ما تسمحش بأي سيبها فورا وهاتها لي. فوجو كان لسه هيمد إيده يلمسها، لقى نيان تيج بتبعد عنه وبتترمي في حضن تاتيان. قالت بصوت ضعيف كله وجع يلا نمشي من هنا. هو صدق سمع كده وراح شايلها بين إيده وهي ما رفضتش. لادي لفت إيدها حوالين رقبته. فوجو كان هينفجر من الغل، بس تاتيان رماه بنظرة ثلج وقاله كلمة واحدة امشي من هنا. وعشان يفوقهم من أوهامه كمل بقوة هي اختارتني أنا مش أنت. مش فاهم ليه يوم ما اخترتي تيشان خونج عليها خسرت مكانك جنبها للأبد. وسابه مصدوم ومشي بها بين إيديه ولا كأنه شايفه. فوجو وقف مكانه مشلول بعد القلم اللي خده. تاتيان ما روحش، ده طار بيها على المستشفى. الدكتور كوجه جري والإحراج مالي وشه. يا آنسة نيان
أنا أسف جدا، حاسة بإيه دلوقتي. بس نيان ردت بكل ثقة وهدوءا. بعدما المحلول دخل جسمها، نيان فاقت وبقيت زي الفل. بصت للدكتور كو وقالت له برجاء: يا دكتور، أبوس إيدك، محدش يعرف إني أغمي علي، خصوصا جدي وأخويا. تاتيان ليما سابها لحظة، كان قاعد بيراقب وراح صحح المعلومة بمنتهى البرود: أنت مغميش عليك، أنت وخدة منوم يا شاطرة. نيان احمرت وضحكت ضحكة صفراء. تمام، شكرا جدا يا زميلي. وفجأة الباب ترزع رزعة خلت القلب يقف. تيكنون والخادم داخلين بيصوتوا ووشهم كله دموع. أختي حبيبتي، أنت كويسة. الموضوع قلب مناحة شعبية لحد ما السواق اضطر يتدخل ليهدئ اللاعبة. يا جماعة اهدوا، البنت زي الفل. لكن تيكنون مسك إيدها وهو ميت من الذنب. كله بسببي. لو ما كنتش روحتي للمدرسة دي ما كانش زمانك هنا. نيان اتأثرت جدا بمشاعر اللي حواليها. فعلا الحب الحقيقي ما فيش أحلى منه. بصت له بحنان: ولا يهمك يا حبيبي، أنا بقيت أحسن. في الوقت ده كانت الحية تران هنغ بره مع فوزو بتمثل الرقة وبتقول له: ما تقلقش. نيان فاق، وفجأة باب نيان وصل المستشفى وهو بينهج من الخوف. يا بنتي تأخرت عليك، أنت طيبة. لما شافت تران هنغ كل الاهتمام ده رايح لنيان. الغيرة حرقت دمها. قالت في سرها: أنا تعبانة وهي اللي تاخد اللقطة، لازم أخلص منها الليلة دي. وقررت تبدأ خطتها السوداء وتكسب باباها لصفها. قالت: السيستم أكيد فيه دواء مسموم. في الوقت ده الأب بدل ما يطمن على بنته بدأ يوبخها: أنت مريضة وممنوعة من الحركة، إزاي تروحي تتخانقي وتضربي مع الناس؟ ما اكتفاش بكده، لاده طلع عصبيته كلها في أخوها: وأنت يا فاشل كنت فين وأختك بيحصل لها كده؟ ودار على السواق الغلباني: وأنت يا عمكو بندفع لك فلوس قد كده ليهلم ما أنت مش قادر تحميها. نيان مسكتش وردت بقوة: بابا، أنا اللي مشيته، هو مالوش ذنب. بس الأبي نيان راسه ناشفة وفضل يزعق ويهيص: لا ليه ذنب، وظيفته يحميك وفشله. هنا نيان وشها قلب وخلقتها ضاقت على الآخر. قصت لأبوها بتحدي: بس بقى أنا كبرت ومسؤولة عن كل كلمة وتصرف وعارفة أنا بعمل إيه. الأب اتخرس وبص لها بنظرة لوم وسكت. هنا الحية تران هنغ لقيت الفرصة، جريت تمثل دوري الحنينة: يا نيان، الكل خايف عليكي وعمو بيعمل كده لمصلحتك، ما تزعليش منه. كانت فكرة إنها كده تلأمت، بس نيان صدمتها برد قاتل: يا بابا، لو قلت لك إن كل اللي حصل ده كان بسبب تران هونغ هتعمل إيه؟ الأب رفض يصدقه: مستحيل، هونغ بنتي طيبة وقلبها أبيض، أكيد فهمتي غلط. تران هونغ بدأت تعمل الفيلم الهندي بتاعها وتعيط: أنا يا نيان ده أنا بعتبرك أختي. وكملت تمثيل: أنا شفتي الكلام في جروب الفصل، بس ماليش دعوة. نيان كانت هترجع من كتر التمثيل، وقالت لها بنظرة تهديد: اصمدي على إنكارك ده، بس للمرة الجاية الحساب هيكون عسير. الحية ضحكت لؤم وطلعت علبة دواء: صدقيني يا حبيبتي، ده أنا جايبة لك دواء مخصوص علشان تخفي. تاتيانغ بدأ يشك وبص للعلبة بنظرات صقر. تران هونغ من بره ملاك ومن جوه شيطان، كانت ناوية تجرب فيها سموم من السيستم وما يهماش تموت ولا تعيش. بس المسكينة ما تعرفش إن نيان قارياها وفاهمة كل حركة. نيان ضحكت بسخرية: هي عارفة إن تران هونغ مجرمة كيمياء. تاتيان تدخل: أنا بفهم في الأعشاب، ممكن أشوف العلبة دي لحظة؟ الحية اتوترت بس اضطرت توافق. تاتيان شم الدواء ورجعه لها بمنتهى احتقار: ده مجرد مقوي للدم، مالوش أي لازمة لحالة نيان. يكنون اتبهر
يا ابن اللعيبة، شمة واحدة عرفتك كل حاجة. نيان قررت تنصب لها فخ، بس العلبة دي شكلها غالي قوي. الحية وقعت في الفخ وقالت بمنتهى الفخر: أيوه، ده خزف أصلي سعره 180 ألف جنيه. نيان ضحكت ضحكة شر. يا بنت الإرهاب، معك 180 ألف نو ثمن علبة، ومش معاك 380 مليون اللي عليك. يلا يا حبيبتي سدي اللي عليك. الحية اتخرست ووشها جاب ألوان. كنون كمل عليها: أيوه صح، أنت لي بتمثلي الفقر وأنت معاك كل العز ده. الحية بدأت تته: لا أصلي أنا معيش كل المبلغ ده دلوقتي. كانت هتنفجر من الغيظة. نيان ضغطت أكثر: خلاص قصتي المبلغ. الأب علشان ينقذ ماء وجه الحية قال لها: خلاص يا هنغ، بيعي العلبة دي وسدي جزء. الحية كانت هتموت من القهر، بس مثلت الرضا: ماشي، اشربي الدواء الأول وبعدين أبيعها. تاتيانغ وقف لها زي اللقمة في الزور: تشربوه ليه وهو مالوش فايدة؟ أنت ناوية تسميها ولا إيه؟ الحياة اترعبت ورجعت لوراء. لا طبعا، كانت بتندب حظها على النقط اللي ضاعت في السيستم على الفاضي. وهي جاية تهرب، صوت نيان جابها الأرض: رايحة فين؟ قولي لي بقى. البلطجية اللي اعتدوا علي قالوا إنهم بيحبوك وبينتقموا لك، إيه رأيك؟ الحية ما عرفتش تنطق وبقيت تهته: أنا. نيان ريحتها لحظة: عارفة إنك مش المدبرة، بس قولي ليه خليتيهم يحسوا إني بتنمر علي؟ ممكن علشاني أنا طالبتك بفلوسي فأنت تضايقتي. الحياة خلاص كانت هتشل من كتر الإحراج قدام للناس. يا نيان، ما حصلش. كانت بتبص للأب تيكين جدها، وفعلا الأب كان هيتكلم ويدافع عنها، بس نيان قطعت عليه الطريق بكلمة واحدة. بصت لأبوها بتحذير: بابا، لو الموضوع ده كبر حيبقى فضيحة للعيلة كلها. أنت ناسي صفقة المليارات اللي بيننا. الأب اترعب وكلامه وقف في زوره. الخوف على الفلوس كان أقوى من حبه لتران هون. بص لها بغضب وقال لها: يلا يا هونغ، اتأسفي لنيان حالا. الحية اتصدمت وما لقيتش مفر غير إنها توطي راسها وتعتذر وهي بتشيط من جوه: أنا أسفة يا نيان. أملت وهي بتاكل في نفسها: أصلي كنت مشغولة بالمذاكرة وما لحقتش أوضح للناس حقيقة. نيان بصت لها بنصر: تمام، شدي حيلك بقى في التوضيح. لما الأوضة فضيت، تاتيانغ قدم لها كوباية مية. نيان سألته بإعجاب: يا تا، أنت ليه شاطر كده في الأعشاب؟ ده أنت شميت الدواء، عرفت مكوناته، أنت عبقري فعلا. رد بتواضع: مجرد هواية. نيان اغتنمت الفرصة: طيب، عندي نبتتين ليان تيان جذورهم تعبانة ومش راضين يكبروا، تقدر تساعدني؟ بص لها وضحك. قالت له: لو متأكد مني نقدر ننقل العشبة النادرة لجنينة بيتي، هناك الظروف أحسن ليها كتير. تاتيان لما سمع كده عينيه لمعت من الفرحة ووافق فورا: طبعا كده هتكبر صح، ما تشيليش هم. هي ضحكت وقالت: تمام، هجيبها بنفسي بليل. هو كان طاير من الفرحة بفرحتها: تنوري في أي وقت. بره فوجو كان سامع ضحكهم وهزارهم، فراح خابط إيده في الحيطة بكل غل. كرهه لتاتيان كان بيكبر زي البركان. تاني يوم في المدرسة الدنيا اتقلبت. كل الطلبة راحوا لفصل النخبة ملهوفين على الفضايح. اوعى كده خليني أشوف فيه إيه يا جدع، ما تزقش. تيشان خونج الرقيقة المزيفة راحت لنيان تيج بعد المدرسة زي ما خطط. نيان بصت لها بقرف وقالت: عايزة إيه يا تراشاي؟ خونج راحت لفت النمرة على الشاب الغلباني ييميا وقالت ببراءة مزيفة: أنا مش قلتلك إن نيان أختي وحبيبتي؟ إزاي تصدق الإشاعات وتعمل فيها كده؟ كمل التمثيل، يلا اعتذر لأختي حالا. الشاب اتصدم من جبروتها
وقال: مش أنت اللي كنتي بتعيطي وبتقولي لي إنك مظلومة في بيتي؟ هي قطعت كلامه بزعيق: أنا مبسوطة جدا هناك، أنت أكيد فهمتي غلط. يا لهوي على الدراما. ليديب غرقانة في غلها، بس نانتيش وقفتها عند حدها. خلاص بقى، كفاية تمثيل تراتيل البنات دي. نانتيش قررت تفضح المستخبي وتكشف وش الحرباية الحقيقي قدام الكل بكل قوة. تقول لها: أبويا إدى مامتك الدواء اللي ينقذ حياتها وانتي بتعملي كده. الحرباية خافت تتفضح وتتشتم، قعدت تعيط وتعتذر: أنا آسفة يا نان، حقك عليا. بس نان تيش متحزش فيها شعرة بمنظر الصعبانيات ده. نان تيش ببرود: لو فكرة إن الاعتذار كفاية تبقي غلطانة، وريني هتعملي إيه. الحقودة دي قعدت تخطط، ولما لقت مفيش مفر رمت نفسها على الأرض وركعت قدامها. تمثيلية رخيصة أو عشان تكسب صعبانية الناس. الكل بدأ يوشوش: يا حرام يا هوانج، وهي شغالة عياط وتمثيل. شكرا إنك ضحيتي بالدواء عشان أمي، أنا آسفة إني ما سكتش ودافعت عنك. يا عيني على البراءة المزيفة واللؤم. نانتيش فهمت الألاعيب دي كويس، بتلعبي دور الضحية عشان تكسبي عطفهم. الحرباية قالت: أنا اللي بعتذر بمزاجي، مش هي اللي غصباني. وفي سرها بتقول: وريني بقى هتطلعي من الورطة دي إزاي يا ست نانتيش. نانتيش ضحكت بسخرية: يا حلاوتك، ومسكتها غسيل ومكوات. انتي ساومتي أبويا على حياتي عشان تاخدي الدواء لمامتك، يعني حياتي كانت التمن يا روح قلبي. كشفت لعبتها القذرة قدام الكل. نانتيش سألتها ببرود: دلوقتي راكعة وبتقولي سامحيني، أعمل لك إيه يعني أسامحك؟ الحرباية تتكتمت، بس ظهر بقى المغفل اللي لابس أسود وعايز يدافع عنها، وهو مش فاهم أي حاجة في أي حاجة. بيقول لها: خلاص بقى البنت ركعت، عايزة إيه تاني؟ نانتيش ردت عليه بمسخرة: إيه يا جماعة هتعملوا عليا أفلاطون؟ يعني كان لازم أموت أنا عشان ترتاحوا؟ بجاحة مش طبيعية. قالت لهم: مش عايزة الدواء ولا سيرة حياتي، بس الفلوس اللي عليكي تدفع يا شاطرة. قلبت الترابيزة عليها بذكاء: ولا أنتي بتعملي نمرتي دي عشان تاكلي علي الفلوس؟ جبتها بناهيتها. الناس بدأت تفهم اللعبة. يا نهار أبيض، يعني وخدة دواء البنت وكمان مش عايزة تدفعي. الكلام بدأ يتنقل، والكل عرف إنها حرباية وبتاعة حوارات بعدما كانوا مخدوعين فيها. ده غير إنها كانت بتمشي تلط في سمعتها. الناس قاعدة تشتم فيها: دي طلعت وطية أوي وناكرة للجميل. والكل بقوا يصعب عليه من نانتيش الغلبانة اللي اتغدر بيها. الكسفة كانت وحشة أوي. الحرباية قالت بصوت واطي: هرجع لك فلوسك يا نان. نانتيش طبطبت عليها وقالت لها: أيوة كده، وكل زمايلنا شاهدين عشان متحوريش تاني يا روحي. الحقد كان بياكل قلب الحرباية، بس سكتت. بعد المدرسة تاتشونج نادى على نانتيش بصوته اللي جوب الحجر: نانتيش استني لحظة. ضربات قلبها بدأت تسرع، دايما صوته معاها حنين زيادة. نانتيش اللي ما بيفرقش معاها حد وشها جاب ألوان: جيت أشكرك، الدواء بتاعك خلى الحساسية تروح خالص. الرومانسية بدأت تلعلع. ضحك بجمال وقالها: طب لو عايزتي تردي الجميل ممكن أطلب طلب. نانتيش من غير تفكير: طبعا، أي حاجة أقدر عليها حعملها. الوعد ده شكله وراه حكايات كبيرة. بص في عينيها وقال: عايز أكون أول واحد يشوف وشك لما يخف. هي افتكرته بيتكلم كدكتور وقالت له: ماشي، مفيش مشكلة خالص يا براءتك يا نانتيش، ده بيثبتك. قالها: طب يلا أوصلك، والنباتات اللي اديتيها لي كبرت وبقت زي الفل. ركبت وراه وهي مكسوفة وقلبها عمال يدق من القرب ده. اللحظة دي كانت سحرية بجد. قالها بحنية:
امسكي فيا كويس. نانتيش كانت في عالم تاني من السعادة، وما خدتش بالها خالص من إكس هزفته فوزي وهو واقفة مع الحرباية بيموت من الغيرة. الإكس كان هيولع. الحرباية جنبه بدأت تشتكي. نانتيش خلتني أركع، بس معلش حعزف كمنجة وألم قرشينة أرجعهم لها، فكرة إنه يصعب عليها ويدافع عنها. بس الصدمة، السيستم بعت لها إن إعجاب فوزي بها عمالا يقل. هو كان متضايق أصلا من قرب نانتيش من تاتشونج ومش فاضي لحوارات الحرباية. فوزي قالها بنرفزة اللي عليه قرش لازم يدفعه. تاني يوم فضل يطارد نانتيش. نان انتي زعلانة عشان كنت مع هوانج، والله ما هكلمها تاني صدقيني. مسك ايدها بغشامة. انتي عارفة اني بحبك انتي. والتانية دي كانت مجرد سدخانة. نانتيش كانت قرفانة منه ومن طريقته التوكسيكة دي. نانتيش زقت ايده. سيب ايدي يا جدع انت، مش فاضية لهبلة. ولما لقت صحابها بيلعبوا بسكوتر ندهت عليهم عشان تهرب من لزاقته وقلة ذوقه. البنات عزموا عليها تلعب وهي وافقت بضحكة كبيرة. الإكس لسه بيحاول يتحشر. نان صحتك متستحملش الحركة دي، تعالي أنا أعلمك أحسن. بني آدم متفهمش. نانتيش خدت منها السكوتر بحدة. ابعد عني، مش عايزة مساعدة. بس هو لزقة ومصمم يبوخ عليها ويفرض سيطرته الغبية. فجأة إيد قوية سحبت السكوتر من فوزي. تاتشونج ببرود رعب مش قالت مش عايزة؟ ما تفتح عينك. نانتيش شرحت قوي بظهور فارس بتاعها في الوقت المناسب. نانتيش سابت فوزي يولع وراحت مع تاتشونج بضحكة. يا جاري العزيز تيجي نلعب بعيد عن الصداع ده. هو مسك إيدها بحنان عشان نتقاش وبدأ يعلمها بكل رقة. البنات حواليهم يجننوا. يا لهوي على الحلاوة. تاتشونج طلع حريف وكمان رومانسي قوي. قلوب الكل كانت عمالة تضيق من منظرهم وهم مع بعض. نان وشها أحمر من لمسة إيده. لسه هو هتقول له إنها شاطرة أصلاً. الناس بدأت تصرخ. بصوا، فوزي هو كمان ركب السكوتر وعايز يسرق الأضواء. الإكس قاعد يتنطط ويعمل حركات صعبة عشان يلفت نظر نانتيش ويغيظ تاتشونج. بس تاتشونج ولا كأنه شايفه، فضل مركز معاها هي وبس بكل هدوء. الجانب الثاني فوجو كان عامل فيها بطل وبيستعرض حركاته الصعبة عشان يجذب انتباه نيان. بس تاتيان كان في عالم تاني خالص، هادي ورزين ومركز بس في شرحه ليها، ولا كأن الهيلمان ده موجود. ما تقلقيش، ده بيعك وحركاته أي كلام، ممكن يتكسر في أي لحظة. نيانتي هزت راسها وسابت إيده بهدوء. فعلا عندك حق، وكمان كنت عايزة أقول لك إني فجأة طارت باللوح. حركات بروفيشنال تخطف العين كأنها مولودة فيه. قالت بكل ثقة أصلي بعرف ألعب شوية. الكل كان مبهور وقاطع النفس من جمال منظرها. اللعبة دي محتاجة مرونة جبارة، ونيانتي نطة خلت اللوح يمشي على كيفها. وفي الآخر ختمت العرض بحركة كفليب عالمية كانت طايرة الهواء كأنها ملاك. حركات فوزو هواي بقت ولا حاجة جنبها، خلت عرضه اللي فتيبان كأنه تمثيل حاوي. حتى تاتشانغ بقى متنح ومش مصدق إن فيه بنت جامدة كده، مش كان يتخيل الرشاقة دي. نيانتي رجعت مكانها والمكان كله يتقلد لطافات. يا جامدة أنت مالك قلبي. تاتشانغ كان واقف زي المسحور بيبصي لها. قالت بكسوف معلش بقالي كتير ما لعبتش. تاتشانغ فاق من صدمته وابتسم. عاش لعبك خيال. نيانتي بصت لفوزو بطريقة فيه ناس ما بتسمعش. قلت مش محتاجة تعليم. إشي فوزو اسود من الكسوف وسكت خالص. وطبعا بنت الشاي الأخضر كانت بتراقب من بعيد مستنية نيانتي تتفضح. بس انقلب السحر على الساحر. الغيرة كلت قلبها. قالت لنفسها كل مرة تخطف الأضواء. طيب هاخد حقي من أخوك الهبل. لسه معاها كرت خبيث ما لعبتوش وناوية تحرق دم نيانتي. نيانتي لمحتها وفهمت لعبتها.
يا ترى ناوية على إيه يا حسونة؟ وفي المدرسة كان تيك نون بيترجى سونام. ما تزعليش مني يا حبيبتي. سونام بقت تتمنطق. مش زعلانة، أصلا ما فيش بينا حاجة. تيك نون اتخض. إزاي ده أنت وافقتي إني أدخل حياتك وأعبر عن حبي؟ أدت بتنكة. لولا خاطري هون ما كنتش عبرت. افتكرت كلام صحابها وبقت متغاضة تقول لنفسها أخوها بقاله كتير ما جاش، يا ترى نسيني ولا إيه؟ صاحبتها زقت سن، أكيد حب غيرك، دول عيال فسفس. سون نام ضحكت في سرها. مستحيل، العبيط ده يقدر يسيبني، ده خاتم في صباعي. كنون مصدق الهبل وقال أكيد هنغ هي اللي حننت قلبك، لازم أشكرها. وفي اللحظة دي جهاز بيت الشاي الأخضر عمل يزمر بنقاط الحب. نقاط تيك نون بتعلى للسما، هنغ مستخبية وبتضحك بخبث. الخطة ماشية ده مسطرة، لو جوزته لصاحبتي هاخد نقاط تخليني مالكة. تيك نون رمى نفسه في النار وقال نعلش كنت مشغول في المذاكرة، هاجيب لك هدايا تصالحك تقبلي. سونام ما سمت التقل، هو كله فلوس؟ فاكر نفسك أحسن مني؟ فجأة جهي صوت يجمد الدم. لو هو مش كف يبقى مين اللي يكف؟ أنت يا حلوة. نيانتي وصلت بهيبة ترعب. سونام ترعفت. بس كملي التمثيل، أنا شايفة إن فلوسكم بتظلم الناس وبتاخدوا مكانهم بالواسطة. نيانتي ربعت إيدها وقالت يعني أنت بتكرهي الأغنياء؟ البنت تلجلجت. ما قلتش كده. نيانتي قررت تمسح بيها الأرض حالا. شاورت عليها وقالت طيب اقلعي لبسك وجزمتك وذهبك حالا، مش بتكرهي فلوسه؟ رجعي كل حاجتي جابها لك ولا هي محلالك. سونام بقت تولول. أنا فقيرة بس عندي كرامة. نيانتي ضحكت بطريقة كرامة ب100,000 جنيه لبس وهدايا بلاش تمثيل يا بنتي، ريحتك طلعت. لما اتزنقت بصت لتيك نون عايز حاجتك فعلا. تيك نون كان وشه مكسور. ما كنتش أعرف إني هدايا رخيصة في نظرك كده. لما لقت السكة سد قالت بغل أنت مجرد عيل فشوش، لو ما دافعتش عني انسى إني أعبرك تاني. وخدت ديلها في سنانها وجري. تيك نون ندها عليها استني. هي ضحكت بغرور فكرة إنه هيجري وراها يترجاها ترجع له. بس تيك نون تخير وقال بقوة مش هتمشي غير لما ترجعي كل حاجة خدتيها. البنت تنحت وصبت غضبها كله على نيانتي. بقت تصرخ يا ساتر على سواد قلبك، تستاهلي كل شر، روحي موتي. ومن كتر الغل رمت كتابه كان في إيدها على نيانتي. تيك نون نطحم أخته وزق البنت اتجننتي، تدعي على أختي وتمدي أيدك، أنا مش هسمحك لو السما انطبقت على الأرض. نيانتي هدت أخوها وهي بتبص لمحت بيت الشاي الأخضر مستخبية. عرفت إن كل ده تخطيط هنغ الخبيثة. نيانتي رمت لها نظرة رعب. هنغ ترعفت وسألت السيستم. هي كشفتنا. السيستم رد أنا تكنولوجيا عالمية، محدش يقدر يصيدني. نيانتي وأخوها مشيوا ورا تسونام للبيت، بس البت كانت عمالة تلف بيهم في متاهات علشان تتهرب. نيانتي قفشتها. دي تالت مرة نعدي من هنا، ناوية ترجع الحاجة ولا بتتهبلي؟ سونام ردت بقلة أداب فلوسكم تقرف أصلا. كانت بتضيع وقت علشان أهلها يلحقوا يخبوا الهدايا الغالية، فكرة إنها كده صيعة وهتخلع بالمصلحة. بس هي ما تعرفش نيانتي. يا جماعة نانتيك رجعت البيت، لقت أهلتي نيام مرعوبين والمحامي جاهز. هي مش بتهزر، بعتت تسترد كل مليمتيك نجوم صرفه على الحرباية دي. المحامي كان رسمي جدا،
ونانتيك قالت لأخوها: راجع الهدايا يا بطل. تيك نوجون كان هيموت من الإحراج. إزاي دفع كل ده لواحدة زي تينيام؟ تيك نوجون بيعتذر لأخته، بس تينيام قلبت وشها، وقفت تعترض ببجاحة: بأي حق جايبين محامي لبيتي؟ لا مسكينة، يا حبيبتي. نانتيك ردت بمنتهى الاحتقار: معانا كل فواتير الشراء. تينيام كانت هتطرشق، ما كنتش متخيلة إن نانتيك كاشفة لعبها وخطتها لتهريب الحاجة. كانوا جون بيدور في الهدايا وفجأة صرخ: فين عقد الياقوت؟ نانتيك اتصدمت. العقد ده مش أي حاجة، ده كان غالي قوي وليه ذكرى عندها، ده ميراث أمهم لعروسة ابنها المستقبلية. نانتيك كانت هتولع من الغيظ. إزاي أخوها يفرط في حاجة مقدسة كده لواحدة نصابة زي دي؟ تينيام طبعا عارفة كنكه وبتتهرب: ضاع مني خلاص. نانتيك هزأتها: البلاغ ده هيوديكي ورا الشمس، أنت مش عارفة إن ثمنه ثروة، ثمنه فوق 6 مليون. تينيام بتترعش وبتقول: خليه يتجوز بنتي بدل السجن. تينيام صدقت وبدأت تتهم تيك نجون إنه بيضغط عليها للجواز. تينيام بتتمسكن، بس تيك نجون فقد أعصابه: أتجوزك أنتي، ده أنا أقرف مني، رجعي حاجة مراتي المستقبلية يا حرامية. نانتيك هدت أخوها وقالت للمحامي: كلم الشرطة فورا، دي جريمة نصب رسمية. المحامي طبعا نفذ الأوامر بحذافيرها بعد ما شاف العين الحمراء. تينيام لسه بتبجح وبتهدد بمكالمة لأبوهم: هقوله على أفعالكم السوداء. نانتيك ضحكت بتحدي: كلميه، إحنا قاعدين مستنيين الشرطة مع بعض. نانتيك كانت عارفة إن أبوها مفلس وبيمثل الطيبة. الشرطة جت والمحامي بدأ يقدم البلاغ. الدراما بدأت تولع يا بنات، كله بالقانون. الأب والملزقة هونج وصلوا مرعوبين. الأب بيزعق: إيه الفضايح دي؟ ما كناش نقدر نحلها ودي. هونج طبعا بتولع النار أكتر بمكرها. هونج بتقول: ده مجرد خلاف بين حبيبين. نانتيك ردت بغل: بابا، أنت عارف إنهم سرقوا عقد ماما الغالي. هنا الأب انخرس وما عرفش ينطق، أول ما عرف ثمنه سكت خالص. تينيام بتترجى هونج تنقذها، والسوسة هونج متضايقة وبتشتمها في سرها من غبائها. هونج بتمثل الطيبة وبتدافع عنها عشان تكسب بنوطة مع الأب، والأب طبعا بيحاول يقنع بنته تتنازل عشان خاطر عيون هونج. نانتيكا قالت: ماشي، تدفع 6,800,000 حالا. بصت لتينيام بقوة: تحويل بنكي ولا كاش يا شاطرة؟ هونج بتعترض: ده ظلم وكسر نفس. نانتيكا ردت: لو مصعبين عليكي ادفعي مكانهم يا حنينة. هنا بقى بانت الحقيقة وكل واحد لبس وشه. تينيام ميتة من الرعب وبتطلب مساعدة هونج، بس الحرباية طبعا مش هتدفع مليم، دي مصلحجية ومش بتحب غير نفسها. هونج بتمثل العجز وبتقول: اطلب السماح من تيك نجون. تيك نجون رد قاتل: أتصالح مع واحدة نصابة؟ أنت شاربة حاجة. تيك نجون قرف من هونج والسيستم بعت لها تحذير. نقاط الإعجاب بتنهار. هي توترت جدا وبدأت تحاول تلملم الدنيا قبل ما تخسر كل حاجة. تيك نجون صدها: أنت مش أختي، أنت مجرد طالبة شحاتة بنساعدها. الأب تعصب وبدأ يغلط في ابنه عشان خاطر عيون هونج وأمها. نانتيك وقفت لأبوها بالند: بلاش ظلم، أخويا غلط. بس هونج هي اللي كانت بتزقه للخراب مع تينيام طول الوقت. تيك نجونة كشف المستور: هونج هي اللي دخلتها أوضتي وسرقتها العقد، يعني كانت شريكة رسمية في السرقة والمؤامرة. الأب اتصدم من الحقيقة. هونج بدأت تعيط دموع تماسيح: كنت بس عايزة أعمل سحاب. لا، بريئة خالص يا قطة.
صدقناك. الأب بهدلها جدا. بطلي توفقي راسين في الحلال وتجيبي علل الأرياف عندي. كلامه كان مثل السكينة، وهونج هونج كانت هتموت من القهر. السيستم بعد تحذير أحمر لهونج هونج. نقاط الأب ضاعت. تيك نجومي كان مكسوف، بس نانتيك طمنته. العقد رجع للبيت يا بطل. تيك نجومي عيط من الفرحة وشكر أخته وهما بيتكلموا. الأب دخل وقال: خلكم راجع من السفر، وفيه حفلة كبيرة الليلة لازم نحضرها كلنا. نانتيك شكت في الموضوع. ليه بتقول كده دلوقتي؟ الأب كان مضحوك عليه بمكر هونج هونج، ونسي كل اللي عملته بعد كلمتين حلوين. الأب عايز ياخد هونج هونج الحفلة بي، يقول عشان تحلو بيكم. نانتيك فهمت خطته. هو عايز يفرض الحرباية على العيلة بالعافية. نانتيك اتضايقت. كده الأب لسه مصمم يتبنى السوسة، بس تيك نجوم رفض. دي حفلة للعيلة والأصحاب القريبين بس. هي مالها؟ كانت حفلة لعائلة تيران هونغ، لكن هي مجرد برانية. بأي حق تحضر؟ هونغ بدأت تمثل بدموع التماسيح. يا أخي، أنا فقط أردت مرافقة أختي، فهي لم تخرج منذ زمن. خفت أن تتوتر فأردت مساعدتها، لكن أخاها تيك نونغي قرف منها وقال بحدة: وأنا موجود لماذا؟ هل مت لتحلي محلي؟ حينها حاولت نيانتيك تهدئته. نظرت نيان لوالدها بابتسامة غامضة. لو أردت لها مكانا أعطها دعوة خاصة، أما عن تقديمها للناس فلا مانع. صدمت هونغ من هذا الكرم المفاجئ. شكت هونغ هل هي طيبة لهذه الدرجة؟ لكن الصدمة جاءت حين قالت نيان: سأعرف الجميع أنك طالبة فقيرة يساعدها والدي. هنا كاد ينفجر قلب الحرباية من الرعب. خافت من الفضيحة فترجت والدها كي لا تنفضح، فقرر الأب أن تذهب معه، وهرب سريعا قبل أن تجلطه ابنته نيان بكلامها القاتل. راقبتهم نيان وهي تتذكر الرواية بعد فشلها مع أخي. هي الآن تخطط لإسقاط خالي العائد من السفر لتعويض خسائرها مع النظام اللعين. في الحياة السابقة نجحت هذه الحية في السيطرة على الجميع وسرقة كل شيء بعد موتي، لكن هذه المرة في المشمش. فأنا هنا الآن، أنا المالكة في هذه اللعبة. بدأت الحفلة بفخامة وحضرت كل عصابة الأغنياء، وهونغ دخلت بمظهر البنت البريئة الرقيقة لتخطف الأنظار. كانت توزع الابتسامات يمينا ويسارا. أهلا يا طنط، كيف حالك يا عم؟ الناس انخدعوا وظنوا أنها نيانتيك الحقيقية، فقالوا ما شاء الله، كبرتي واصبحت مثل القمر. تدخل والدها موضحا: لا يا جماعة، هذه هونغ ابنة صديقي تشبه نيان قليلا فقط. ثم بدأ يعرفها على كبار رجال الأعمال كأنها ابنته المرباة. هونغ كانت تطير من الفرح بهذا الاهتمام، بينما نيان تراقب المشهد من فوق ببرود. البطلة لم تصل بعد، والدي يقدم لهم الحرباية. فعلا زاد عن حد. فجأة دوى صوت حاقد زلزل المكان. تشبهها، هذه لا تسوى حتى ظفر قدم نيان. كان هذا هو نيان دونشي، خال نيان الأسطوري. نظر للجراح باحتقار: لماذا تقلدينها؟ ألا ترين أنك تشبهين الأراكوز؟ هنا صرخ النظام في أذن هونغ: تنبيه، نسبة قبول الخال لك هي فقط. هونغ عرقت من الصدمة، لكنها طمأنت نفسها بنظام السحر الخاص بها. بينما حاول الأب التدخل: يا دونشي، لا تقسو على هذه الطفلة. جاء هونغ حاولت بمكر: أهلا يا خالي، فصرخ فيها بيأس: خال من؟ لا تنطقي هذه الكلمة. وتحول تنبيه النظام للون الأحمر: خطر. النسبة أصبحت. ساء وجه الخال أكثر: أنت من سرقت دواء السرطان الخاص بابنة أختي وتتجرئين على الظهور أمامي؟ هنا حتى النظام رفع الراية البيضاء وأعلن الفشل. نسبة القبول لا يمكن إنقاذها. تجمدت هونغ مكانها، فاللعبة انتهت قبل أن تبدأ. أما الأب
فحاول الكذب. لقد أعطتها نيان الدواء برضاها. نظرت هونغ للأب بيأس وهي لا تعرف ماذا تقول، وفي لحظة ترددت ضحكة ساخرة هزت القاعة. كانت نيان تيك تنزل كالملكة بجانب أخيها. قالت نيان بكبرياء دون كلام، لكن أخاها نطق بالثلج. يا بابا، كيف تكذب هكذا؟ أنت من قرر سرقة الدواء لأم هذه البنت. متى وافقت نيان؟ انقلبت الحفلة رأسا على عقب، والجميع انبهر بجمال وهيبة نيان الحقيقية. هذه هي بنت الأكابر فعلا. أما الخال فكانت عيناه تطلق شرارا نحو الأب. الكلام تيك نون صحيح. انفجر الخال وأمسك بتلابيب قميص الأب بغضب حارق. أجبني الآن قبل أن أفقد أعصابي. الأب ارتعد خوفا ورمى التهمة على هونغ. هي من أنقذتني من الفيضان وطلبت الدواء كمكافأة. لم يكن أمامي خيار آخر. رماها فعلا في النار. هونغ صدمت من غدره، لكن نيان لم ترد فساد الحفلة، فهدأت خالها بلطف. خلاص يا خالي، الموضوع بسيط. لقد اتفقنا معها على حل. ستدفع ثمن الدواء كاملا وسأسامحها. وبالنسبة لمرضي، الأبحاث تتقدم وسأجد علاجا قريبا، قالتها بثقة. جعلت الخال يهدأ ويمسح على رأسها بحنان. أنت نسخة من أمك في عنادها. ابتسمت نيان بسعادة، لكن الخال التفت للأب بحزم. سأناديك نسيبي فقط لأجل أختي، لكنك خذلت ابنتك تماما. تظن أن عائلة نيان ليس لها رجال؟ الأب حاول الاعتذار، لكن الخال قاطعه بقوة. أنا سآخذ نيان معي إلى منزل عائلتنا فورا. ذعر الأب من ضياع الثروة. لا يمكن، فهي ابنتي. فرد الخال بصوت رعدي. هذا خبر ليس للنقاش. ستعود لمكانها الصحيح الآن.